يا ولاد عيط يا ولاد، ابوجي يا ولاد عطر يا ولاد، ابوجي يا ولاد عيط يا ولاد، ابوجي يا ولاد عطر يا ولاد. في كل هم ويانا معاك وعمره ما بيغلبش معاك، في كل هم ويانا معاك وعمره ما بيغلبش معاك. ابوجي يا ولاد، 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 ابوجي يا ولاد. جبت لنا معاك الخير كله، من الصبح نقوم ونحضر له، جبت لنا معاك الخير كله، من الصبح نقوم ونحضر له، القمر يسنو طلعنا فيه، القمر يسنو طلعنا فيه، والمغرب اللي بتفوق فيه. كل سنة وانتم طيبين وللمحشي والبط مخلصين. قولولي بقى مين اللي ماكلش محشي النهاردة على الفطار؟ لأن المحشي طبعا هو الراعي الرسمي لسفرة رمضان في أول يوم على الفطار. يلا اكتبولي وقولولي بقى فطرتوا ايه النهارده؟ رمضان كريم علينا وعلى كل الأمة الإسلامية، وإحنا في أحسن حال وفي أفضل صحة إن شاء الله. في تصريح مفاجئ قلب السوشيال ميديا، الفنانة زينة تطلع وتقول بكل ثقة أنا من نسل الأشراف. كلمة واحدة بس كانت كفيلة إنها تشعل الجدل وتخلي الجمهور ينقسم ما بين مؤيد ومشكك ومعارض أصلا، وشايف إن الموضوع محتاج إثباتات. إيه القصة وليه التصريح ده تحديدا عمل كل الضجة دي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو دلوقتي. يلا بينا. يا مساء الأنوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حالة من الجدل والفضول بقى موجود على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما نشرت الفنانة وسام رضا إسماعيل المعروفة فنيا باسم زينة منشور على حسابها انستجرام تعلن فيه ثبوت نسبها هي ونجليها إلى سيدنا الحسين. وقالت في منشورها اللهم صلي على سيدنا محمد، أجمل شيء حصل في حياتي إن ماما وجدتي عندهم الشهادة دي من زمان، بس كنت بخاف أقول عشان الناس هتقول عليا بكذب، معلش يا أختي اعذريني، ما حاجة ما تتصدقش برضه. وقالت كمان إن أختها نسرين هي اللي طلعت الشهادات بتاعتنا أنا وإخواتي، وبعدها طلعت لولادي عز وزين يوم عيد ميلادي، ودي كانت أحلى هدية جاتلي في عمري كله، شكرا يا أختي قوي. وقالت إحنا من نسل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا وولادي من الأشراف، نسبة لأمي حبيت أشارككم الفرحة الكبيرة دي من كل قلبي. وهوبا فجر المنشور ده حالة من الجدال والسخرية والضحك على مواقع التواصل الاجتماعي. في ناس صدقت وفي ناس ما صدقتش، وأول حد تفاعل مع الموضوع ده كان مجلس أمناء مؤسسة قبائل السادة الأشراف اللي أصدر بيان ونشره نشطاء داخل وخارج مصر، واللي قالوا فيه نعلن عن بالغ استيائنا من طريقة منح الأنساب الشريفة لكل من هب ودب، ورغم محاولتنا المتكررة للابتعاد عن المهاترات والطريقة اللي تدار بها أمور الأشراف في مصر، إلا إن الأمر وصل إلى منح شهادات وبطاقات نسب لمن يسيء إلى بيت النبوة تحت حجج واهية. ومش بس كده، دول كمان طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتدخل لتصويب هذا الأمر الجلل وعدم مساندة تجار الأنساب. ده هنا الموضوع دخل في منعطف تاني خطير، واللي عايزة أقوله إن النسب الشريف ده شرف ديني وتاريخي كبير، لكن في جوهره بيبقى يعني محتاج مسألة توثيق وسلاسل أنساب ملهاش علاقة بقى لا بالمهنة ولا بالمجال اللي بيشتغل فيه أي إنسان. إثبات النسب للمهتمين بالموضوع ده بيكون بالأوراق والمستندات المعتمدة، وكمان تسلسل الآباء والأجداد، يعني مش حاجة سهلة كده، وما بيكونش كمان بتقييم الناس لحياة الشخص أو لرأيهم فيه. وكمان ما ينفعش بسحب النسب ده بسبب خطأ أو معصية، وفي الوقت نفسه صاحبه ما بيبقاش فوق المساءلة القانونية أو فوق القانون، لا خالص، إنسان عادي. المهم في سياق التفاعل مع الموضوع ده عجبني قوي تعليق كان بيقول بعيدا عن الشخصنة، إنه لو كان ما يمنح الإنسان الشرف ورفعة القدر والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس هو مجرد نسبه وليس دينه وخلقه، لكان نفع أبا لهب
صلة الدم والقرابة الوثيقة جدا التي كانت تربطه بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، أو ابن سيدنا نوح عليه السلام الذي أبى أن يطيعه، وكذلك والد سيدنا إبراهيم عليه السلام. وفي نفس الوقت بعد الجدل ده كله أصدرت نقابة السادة الأشراف توضيح خلال الساعات الماضية بشأن إصدار شهادة نسب باسم السيدة وسام رضا إسماعيل ونجليها، مؤكدة إنها تتابع ما ينشر في هذا الصدد في إشارة إلى حساسية الموضوع وضرورة ضبط ما ينسب إلى النقابة من وثائق أو شهادات. يعني إيه الشهادة دي، مزورة ولا سليمة؟ عايزين نعرف، فهمونا. عايزة أقول لكم كمان إن موضوع الأشراف في مصر تحديدا موضوع حساس، لأن في جهات رسمية بتوثق الأنساب والناس بتاخد الموضوع بجدية كبيرة، وبسبب الموضوع ده كان في ردود فعل كبيرة. بعض الجمهور دعمها وقال إن الأصل الطيب حاجة مش عيب، وناس تانية قالوا إن الموضوع شخصي مش محتاج كل الجدل ده. لكن في المقابل ظهرت تعليقات ساخرة زي العادة على السوشيال ميديا، وفي ناس كتير ما صدقتش. لكن زينة نفسها ما دخلتش في سجال مباشر مع حد وفضلت محافظة على هدوءها. وفي الحقيقة زينة نفسها فنانة ليها جمهورها ومسيرتها الفنية مليانة بأعمال ناجحة، والتصريحات الشخصية غالبا بتعمل ترند الفترة، لكن في النهاية اللي بيفضل هو شغل الفنان وأعماله. عايزاكم بقى تنزلوا تكتبولي وتقولولي رأيكم في الكومنتات، التصريح ده كان مجرد إنها بتفتخر بأصلها، ولا ده ترند، ولا السوشيال ميديا كبرت الموضوع أكتر يعني من حجمه؟ وهل شايفين إن إعلان النسب حاجة شخصية ولازم يبقى فيه توثيق رسمي ولا ايه؟ اكتبوا لي وقولوا لي رايكم. وبكده خلاص خلاويص خلص الترند بتاعنا النهارده، ويلا بينا على فزوره الفيديو. وفوازيرنا ان شاء الله طول شهر رمضان هتبقى فوازير دينيه. كم كان عمر النبي عندما توفت امي؟ يلا انزلوا بسرعه وجاوبولي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم اللي بيرفع الفيديو، واللي لسه ما اشتركش ينزل بسرعه ويدوس علامه الاشتراك ويفعل زر الجرس ويدوس على علامة الكل علشان يوصل له كل الفيديوهات اللي بنزلها. كل سنة وانتم طيبين، باي باي.